الاهلي ما بيلعبش كوره. انا كنت مفكر ان الراجل زي ما انا قلت كده هيبدا من بدايه الدور الشوط الاولاني، هيقوم جاي حاطط الاثنين اللي هم في القلب، اللي هو ياسين مرعي وياسر ابراهيم ومحمد هاني طبعا ومحمد شكري. عمل تغييره كمان بتاعت عمر كمال، دي لازم ينزل مكان زيزو. يعني انت طلعت بن شرقي وطلعت تريزيجيه، لازم تطلع زيزو وتنزله ناحيه الرايت على عدلته. هيكسبك زي ما كسبك الماتش اللي فات. انما انت راح تحطه باك ليفت مش لاقي، قعدت تبص هطلع مين اطلع. طب ما تطلع بن رمضان يا راجل وخليه هو يلعب تحت الفيرود او ناحيه الرايت ودخل زيزو تحت الفيرود لو انت مش عايز تطلع زيزو. فلاعب شكري ولاعب محمد هاني على الاطراف، وبعد كده في قلب الملعب ديانج وبن رمضان وتريزيجيه، وناحيه اليمين زيزو وطاهر محمد طاهر وبن شرقي. لعب ميت ولعب عقيم ولعب تحس كده ان هو لعب شركات قديم، اللي بيمسك كوره ما بيتحرك، ما فيش واحد بيروح على واحد، ما فيش واحد بيحط اسيست. كنت لازم تبدا بقفشه النهارده، لازم ده ماتش قفشه. ولما نزل هو عبد القادر هو سبب الخطوره الفتره في الاخر ربع ساعه ولا تلت ساعه، بما فيهم التسع دقايق اللي هم وقت بدل ضايع. فقلنا خلاص بقى. انت الماتش اللي فات لما انت قلنا بنشوف اللعيبه، فعبد القادر لما كان كويس، قفشه ما نزلش الماتش اللي فات، فانت بتلعبه الماتش ده كنت المفروض تديله الماتش اللي فات، واخد بالك. انا عن نفسي لو هو خد الفرص بتاعت رمضان دي، اقسم بين رمضان ده هيبقى قفشه اخطر لعيب في النادي الاهلي. بس هو محتاج الثقه ومحتاج ان هو يلعب. وبعدين تقعد جريديشار وتلاعب طاهر محمد طاهر. طب ما تخلي طاهر ناحيه الرايت وتقعد زيزو، بس ما تقدرش. التعليمات جت ان زيزو لازم يلعب وما يخرجش من الملعب، وما يخرجش ختمه اهو، ما يخرجش من الملعب. هتقول لي ما اخرجه، ما هو ما بيعملش حاجه. يعني لما في الاخر خالص الراجل بيتخنق بيقوم جاي مخرجه، بس النهارده المفروض ان هو يخرجه، لان النهارده مفيش يا مولاي كما خلقتني، مفيش اي حاجه خالص خالص بصراحه.